أهلا بيكم في قناة اتعلم الكورة ولعب صح، القناة اللي هتخليك تطور مهاراتك الكروية وتلعب باحترافية. لو عايز تبقى لاعب مميز وتتعلم كل أسرار اللعبة، يبقى لازم دلوقتي تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ومتنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك معانا برأيك في الكومنتات علشان نطور مع بعض ونخلي القناة دي بيت كل عاشق لكرة القدم. في عالم الكورة كلنا عارفين إن الموهبة لوحدها مش كفاية، دي يدوب أول خطوة في المشوار، لكن القصة الحقيقية بتبدأ بعد كده. طيب ايه بقى اللي بيفرق بين اللاعب الكويس واللاعب اللي بنقول عليه عظيم؟ يعني ايه السر اللي بيحول موهبة كويسة لنجم محترف بجد؟ هو ده بالظبط السؤال اللي احنا جايين نجاوب عليه النهاردة. تمام، خلينا نبدأ بالجزء الأول ونشوف إيه هو مفتاح النجاح الحقيقي في الملعب. والإجابة صدق أو لا تصدق بسيطة جدا، إنه يسمع كلام المدرب. أيوة، الموضوع بالبساطة دي ممكن تبان حاجة عادية أو بديهية، بس هي دي الأساس اللي بيتبني عليه كل حاجة، حرفياً كل حاجة، من تطوير مهارة اللاعب لوحده لغاية نجاح الفريق كله كمنظومة واحدة. الموضوع مش مجرد تنفيذ أوامر وخلاص، لأ، دي خطة نجاح كاملة. طيب إزاي السمع للكلام ده بيوصل للنجاح؟ خلينا نمسكها واحدة واحدة ونبدأ بأول وأهم نقطة، تأثيره على تطوير اللاعب نفسه كفرد. بصوا كده على المقارنة دي، اللاعب عنده طريق من اتنين، يا إما يتعلم بالتجربة والغلط وده طريق طويل ومتعب ومليان إحباطات، أو ياخد الطريق المختصر وهو إنه يسمع لتوجيهات المدرب. المدرب هنا بيوفر عليه سنين من المحاولات الضائعة وبيخلي تطوره أسرع بكتير. وهنا بقى بتظهر قيمة المدرب الحقيقية، هو الوحيد اللي شايف الملعب كله من بره، الصورة الكاملة اللي اللاعب نفسه مستحيل يشوفها وهو في نص اللعب. يعني ممكن يلقط غلطات صغيرة في التمركز أو حركة ملهاش لازمة أو حتى قرار متاخد بسرعة تحت ضغط، تفاصيل صغيرة قوي بس هي دي اللي بتفرق في نتيجة الماتش. بس الموضوع مش مجرد مهارات فنية وخلاص، خلينا ندخل على الجانب الأهم، عقلية اللاعب المحترف نفسها. عقلية الاحتراف دي بتتبني على 3 خطوات أساسية. أول حاجة الالتزام بالنصايح، لما اللاعب يلتزم بتعليمات المدرب باستمرار ده بيخلق جواه انضباط، ودي تاني خطوة. ومع الوقت الانضباط ده بيبني ثقة قوية جدا بين اللاعب والمدرب، والثقة دي هي اللي بتخلق بيئة إيجابية بتساعد الفريق كله على النجاح. هي دي العقلية اللي بتفرق بجد بين اللاعب الهاوي واللاعب المحترف. الالتزام بتعليمات المدرب مش مجرد طاعة عمياء، لا، دي علامة على الاحترافية والجدية وبترفع الروح المعنوية للفريق كله. طيب احنا شفنا ازاي المدرب بيأثر على اللاعب كفرد وعقليته، تعالوا بقى نوسع الكادر شوية ونشوف ازاي ده بيأثر على منظومة الفريق ككل. وهنا بنشوف الصورة بتكمل ازاي. توجيهات المدرب للاعب معين دي مش حاجة فردية وخلاص، لا، المدرب بيبقى عنده خطة كاملة للفريق كله، وكل لاعب له دور في الخطة دي. فلما كل واحد يسمع وينفذ دوره بالظبط، التحركات الفردية دي كلها بتشبك في بعضها، والنتيجة فريق منظم فعال وصعب جدا تهزمه. وبكده كل الخيوط دي بتوصلنا لنقطة واحدة، وهي الطريق للاحترافية. المقولة دي بتلخص الحكاية كلها، المدرب هو المرشد وأقصر طريق لنجاح اللاعب. الجملة دي مش مجرد كلام، دي قاعدة أساسية في عالم الكورة. يعني الرسالة واضحة ومباشرة، كل ما اللاعب ركز أكتر في كلام المدرب ونفذه، كل ما طريق الاحتراف بقى أقرب وأوضح قدامه. ودلوقتي يفضل سؤال واحد بس محتاج تفكير، هل اللاعب فعلا مستعد يسمع؟
وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو استفدت النهاردة متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة اتعلم الكورة والعاب صح، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واعمل شير لأصحابك علشان يستفيدوا. اكتب رأيك أو سؤالك في الكومنت وأنا هرد عليك في الفيديوهات الجاية. استنوني في تدريبات ومهارات جديدة هتخليكم تلعبوا صح وتبقوا نجوم في الملعب. سلام.